اسمعوا القصة دي للآخر عشان في كتير منكم هيلاقي نفسه فيها. تعرفوا قصة الجرباء؟ هحكيها لكم. كان في ست اسمها أم الحارث، كانت زوجة الصحابي طلحة ابن عبيد الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. انتوا شايفين العيلة عاملة ازاي؟ هتقولولي طب غريبة قوي، هي متسمية الجرباء ليه؟ السبب غريب جدا، بس هيعلمنا درس مهم لأقصى درجة. بالعقل كده أول حاجة هتيجي في بالنا إن أكيد عندها مرض الجرب، وعشان كده سموها الجرباء. ولكن المفاجأة هي عكس كده خالص. أم الحارث كانت فاتنة الجمال، فما كانش فيه ست في قبيلتها أو في القبائل المجاورة تقدر تقف جنبها أو تقعد في مكان هي قاعدة فيه، لأن هم كانوا بيستقبحوا نفسهم جدا جنبها. فلما الستات بقوا بيتجنبوها وما بيحبوش يقفوا معاها ولا بيحبوا يقعدوا معاها، أطلقوا عليها لقب الجرباء من كتر غيرة الستات وحقدهم عليها وإحساسهم بالنقص. أطلقوا عليها لقب كله ظلم وغل. يا ترى جمعتوا كده أنا عايزة أقول لكم إيه؟ للأسف أحيانا ممكن تقابل ناس في حياتك هيبعدوا عنك ويحاولوا يشوهوا صورتك ويقللوا منك، مش عشان انت وحش ولا مؤذي، بالعكس، ده عشان كل ما بيشوفوك وبيشوفوا صفاتك الطيبة انك بتشاور لهم على عيوبهم، على صفاتهم الوحشة، مع ان ملكش اي ذنب. فبدل ما يصلحوا من نفسهم ويراجعوا تصرفاتهم ويحاولوا يحسنوا من نفسهم، بيختاروا الطريق الاسهل، انهم يهاجموك، يقللوا منك، يشوهوا صورتك، يغلطوا فيك، يجيبوا اللي فيهم فيك. فأنا مش عايزاك تتخض لو قابلت ناس ممكن تكرهك عشان انت محترم، عشان انت نظيف، عشان انت متربي، عشان انت ما بتردش الأذى بالأذى، عشان انت شاطر وبتجتهد وبتشتغل على نفسك، أو عشان انت حققت حلم هم نفسهم يحققوه بس هم مش عايزين يتعبوا نفسهم، فهيكسروا مقاديفك ويقولوا لك اللي انت بتعمله دوت ولا حاجة ويتفهوا منه، بس هم هيموتوا ويبقوا زيك. في ناس هتكرهك مش عشان انت أذيتهم، هيكرهوك عشان معاملتك الطيبة ليهم، لأن هم عارفين كويس السواد اللي جواهم من ناحيتك. في ناس هتكرهك عشان لما بتيجي بتنور المكان اللي انت فيه. في ناس هتكرهك عشان الناس بتحبك، وفي ناس بتكرهك لأن وجودك مصدر خطر عليهم. طول ما انت موجود فهم حاسين بالتهديد، فبيكرهوك رغم ان هم ما شافوش منك غير كل خير.